السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بيكم في درس جديد من دروس شروحات النحو. هناخد النهاردة درس جميل جدا ومميز جدا، الا وهو الفعل المضارع. صلى على رسول الله. انا عندي الفعل، عندي 3 انواع: فعل ماضي، فعل مضارع، وفعل امر. احنا خدنا في الفيديو اللي فات الفعل الماضي. النهاردة باذن الله هناخد الفعل المضارع. ايه هو الفعل المضارع؟ قال لك هو فعل بدأ وما زال يحدث. يعني حاجة بدأت ولسه لسه شغالة معايا دلوقتي. زي ايه؟ زي لما اجي اقول لك يا صديقي مثلا فعل زي يلعب، تمام، هو بدأ لعبه ولسه لسه بيلعب دلوقتي. زي يشرح، تمام، زي ما انا بعمل دلوقتي، انا بدأت شرح ولسه لسه شغال بشرح، تمام. زي يذاكر، تمام. كل ديت افعال بدأت وما زالت ما زالت مستمرة، يعني لسه لسه شغالة. ده كده بالنسبة للفعل المضارع. طيب الفعل المضارع يا صديقي يعرب ايه؟ قال لك الفعل المضارع هناخد النهارده اول نوع منه. الفعل المضارع بيكون مرفوع او منصوب او مجزوم. احنا النهارده هناخد رفع المضارع. طيب هو امتى الفعل المضارع بيكون مرفوع؟ قال لك ببساطة يا صديقي الفعل المضارع بيكون مرفوع اذا لم يسبقه، تمام، أداة نصب أو جزم. يبقى الفعل المضارع بيكون مرفوع لو ما جاش قبله لا أداة نصب ولا أداة ولا أداة جزم. زي إيه يا صديقي؟ زي لما أجي أقول لك مثلا يلعب الولد بالكرة. عندي هنا يا صديقي مثلا أهو يلعب الولد بالكرة. طيب أدي يلعب اسم آسف فعل. طيب سؤال: هو انا اعرف ازاي اذا كانت اسم ولا فعل؟ جرب عليها الالف واللام. قال يلعب ركبت؟ لا ما ركبتش. طيب اذا ده فعل. طيب سؤال: هو انا اعرف ازاي اذا كان فعل ماضي ولا مضارع؟ اولا من الجمله. طيب لو انا ما عرفتش حاول تحط عليها حرف السين. لو ركبت يبقى فعل مضارع. سيلعب ركبت، اذا ده فعل ده فعل مضارع. طيب الفعل المضارع ده قبله اداه نصب او اداه جزم؟ طبعا لا. طبعا احنا نعرف اداه النصب واداه الجزم في المضارع المرفوع، في المنصوب والمجزوم. اذا ده فعل مضارع مرفوع، تمام. وعلامة رفعه ايه يا صديقي؟ قال لك وعلامة رفعه الضمة، تمام. طيب اديني مثال كمان. زي لما اجي اقول لك مثلا يذاكر الطالب دروسه. لو انا جيت بصيت على يذاكر هلاقيها فعل، تمام. حط السين سيذاكر ده فعل مضارع، تمام. مفيش قبله لا أداة نصب ولا أداة جزم. إذا ده فعل مضارع مرفوع، تمام. طيب علامة رفعه إيه؟ قال لك علامة رفعه الضمة. طيب ركز معايا جدا 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 في الحتة الجاية دي. أنا عندي حاجة اسمها، ركز معايا كده، الأفعال الخمسة. حاجة اسمها ايه يا صديقي؟ الافعال الخمسة. طيب ايه هي الافعال الخمسة ديت يا صديقي؟ قال لك ببساطة هو كل فعل مضارع، هو كل فعل مضارع، تمام، اتصل به، ركز بقى معايا كده، حاجة اسمها واو الجماعة، حاجة اسمها ألف الاثنين، وحاجة اسمها ياء المخاطبة، تمام كده. طيب ايه هي واو الجماعة؟ واو الجماعة يا صديقي عبارة عن واو ونون، تمام، او واو والف. وهنعرف امتى باخد دي وامتى باخد دي. الف الاثنين عبارة عن الف ونون او الف بس. ياء المخاطبة عبارة عن ياء ونون او ياء بس، تمام كده. يبقى الافعال الخمسه هو كل فعل مضارع اتصل به واو الجماعه، الف الاثنين، ياء المخاطبه. طيب يا مستر انت بتقول ان دي افعال خمسه، طيب انا اللي موجود قدامي دلوقتي 3. هقول لك ده سؤال ممتاز جدا جدا جدا. طيب الاجابه ايه؟ قال لك ان واو الجماعه يا صديقي بتيجي للغائب والمخاطب. يعني اقدر اقول يلعبون وتلعبون، يبقى انا كده معايا معايا 2. والف الاثنين بتيجي للمخاطب والغائب، اقدر اقول يلعبان
او تلعبان. اما ياء المخاطبة فهي اصلا ياء مخاطبة، ما بتجيش غير المخاطبة اللي هي ايه؟ تلعبين. تمام. اذا دي كده اسمها الافعال الخمسه. طيب هو انت بتقول لي الافعال الخمسه ليه يا صديقي؟ هقول لك ببساطه لان الافعال الخمسه بتتصل بالفعل المضارع، ولما بيكون الفعل المضارع مرفوع يعني في حاله الرفع بتاعتها بتكون مرفوعه بحاجه اسمها ثبوت النون. يبقى انت لازم تخلي بالك من دي. يبقى الافعال الخمسه هي كل فعل مضارع اتصل به واو الجماعة ألف الاثنين ياء المخاطبة. طيب في حالة الرفع بتكون مرفوعة بإيه؟ قال لك مرفوعة بثبوت النون. أما في حالة النصب والجزم، تمام، قال لك بتكون منصوبة أو مجزومة بحاجة اسمها حذف النون، يعني النون بتاعتها بإيه؟ بتتحذف. طيب تعالى نكمل. لو انا جيت قلت لك يا صديقي مثلا الفلاح يزرع الحقل، ولو جيت قلت لك الفلاحون يزرعون الايه؟ الحقل. طيب تعالى نعرف كده. طبعا الفلاح ده مبتدأ ملناش دعوه بيه، انا عاوز يزرع. يزرع ده فعل ايه؟ قال لك ده فعل مضارع. حلو. قبله أداة نصب؟ لا. قبله أداة جزم؟ لا. إذا ده فعل مضارع ماله؟ فعل مضارع مرفوع. طيب وعلامة رفعه، علامة رفعه ايه؟ بص للفعل بقى. هل الفعل ده اخره واو جماعة الف اثنين ياء مخاطبة؟ لا، احنا اتفقنا ان واو الجماعة يا اما واو ونون يا واو الف، الف الاثنين يا اما الف ونون يا اما الف بس، ياء المخاطبة باخرها ياء ونون او ياء بس. طيب هل الفعل ده اخره اي حاجة من الحاجات ديت؟ لا. اذا ده فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الايه يا صديقي؟ علامة رفعه الضمة. طيب الفلاحون يزرعون، يزرعون ده برضو فعل ايه؟ فعل مضارع. قبله أداة نصب؟ لأ. قبله أداة جزم؟ لأ. إذا ده فعل مضارع ماله؟ مرفوع وعلامة رفعه إيه؟ وعلامة رفعه. أقف بقى. يزرعون ده مش فعل عادي، ده فعل متصل به واو الجماعة. إذا ده فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، لأنه من الأفعال الإيه؟ الخمسة. طيب واو الجماعة دي هتعرب إيه؟ عربناها في الفعل الماضي، هتعرب ضمير مبني في محل رفع فاعل. طيب معلش مثال كمان. لو انا جيت قلت لك كده مثلا المهندس يصمم البناء، تمام، والمهندسون يصممون، تمام، الايه؟ البناء. طيب المهندس مبتدأ ملناش دعوة بيه، يصمم ده ايه؟ ده فعل. طيب فعل ايه؟ قال لك ده فعل مضارع. جربت حرف السين ركبت معايا. قبله أداة نصب؟ لأ. قبله أداة جزم؟ لأ. إذا ده فعل مضارع ماله؟ مرفوع وعلامة رفعه ايه يا صديقي؟ قال لك وعلامة رفعه الضمة. ليه؟ لأنه مش من الأفعال الخمسة، فعل عادي. أما يصممون التانية ده فعل مضارع مفيش قبله لا أداة نصب ولا أداة جزم، إذا ده فعل مضارع مرفوع. طيب علامة رفعه إيه؟ ده آخره واو ونون. واو ونون يعني من الأفعال الخمسة، إذا ده فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت الإيه؟ ثبوت النون. طيب ده كده بالنسبة للفعل المضارع الإيه؟ المرفوع. تم بحمد الله. واتمنى تكونوا فهمت الدرس. في نهاية حلقتنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.